الزمالك والاسماعيلي وفريرا بيبدأ الماتش بنفس تشكيل ماتش المصري، وتقريبا نفس طريقة اللعب مع إضافة حاجات تانية. في فكرة هو ضافها النهاردة هنعرفها دلوقتي لما نتكلم عنها، بس هو نفس الطريق اللي واخده من أول ماتش المصري، وهي إنه في حالتين. في حالة أنا معايا الكورة، وحالة الكورة مش معايا، الكورة مع الخصم. لو الكورة مع الخصم، أنا طريقتي هي الضغط العالي، أنا ما بضغطش من تحت. ده من الماتش المصري. إيه اللي ساعده في الماتش ده وايه اللي ما ساعدوش؟ الاسماعيلي لعيبته خبرتها قليله، وفي نفس الوقت اللي ما ساعدوش ان فريق الزمالك اللعيبه بتاعته بتتدلع، ما عدا عدي الدباغ، الوحيد اللي من الماتش المصري اللي بيضغط بشراسه، الوحيد اللي لما بيضغط بيروح عشان يقطع، مش بيروح عشان يحلق. وده بان في الدقيقه 26 لما قطع الكوره من الباك رايت، وبان في لقطه الجول اللي في الدقيقه 55 لما قطع وراح حط جول. نيجي بقى للوقت اللي الكوره بتبقى فيها مع الزمالك. الكرة مع الزمالك من أول ظهور محمد إسماعيل، وفريرا ابتدى يعتمد على فكرة إن محمد إسماعيل يعمل باصة في ظهر الدفاع يكسر بيها كل الخطوط. المرة دي ابتدى يستخدم كمان مع محمد إسماعيل لعيبة نص الملعب اللي هم عبد الله السعيد ودونجا. وعبد الله السعيد هنتكلم عليه في الآخر، لأن عبد الله السعيد في لعيبة كورة وفي عبد الله السعيد. دونجا من أكتر اللعيبة في الزمالك اللي اتطورت. الجون اللي جه من ضربة جزاء هو باص من دونجا في ظهر الدفاع لإخوان ألفينا، والفرصة بتاعت خوان ألفينا اللي ضيعها هو والشبكة كانت باص من عبد الله السعيد برضه في ظهر الدفاع في نفس المكان اللي ناصر ماهر بيعملها بالعرض ألفينا بيضيعها. الفكرة التانية اعتمد فيها فيريرا على آدم، وآدم ده على اسم ابني، وفعلا هو آدم اتعامل مع فكرة فيريرا نفس تعامل ابني مع البامبرز. الفكرة هنا إن هو كان بيعتمد على آدم كايد في إن هو يضم القلب الملعب فيعمل زيادة عددية مع عبد الله ودونجا وناصر، مع طلوع دايما لبنتايج في المنطقة دي. طب ليه بنتايج لو ما طلعش هنا يحصل مشكلة؟ لأن بنتايج لو ما طلعش هنا الباك رايت بكل سهولة هيدخل يضم على آدم، فهيعمل زحمة في المنطقة دي، يبقى أنت ما عملتش حاجة. فبنتايج لما كان بيطلع بيروح له الباك رايت، وبالتالي هنا بيفضلوا مساحة. آدم كان بيستلم في المساحة دي، والمفروض إنه كان يعمل مشاكل كبيرة للإسماعيلي، بس هو ما عملهاش عشان هو اتباطئ كتير في اللعب. والغريب هنا ان فيريرا احتفظ بادم لحد اخر دقيقه في الملعب. مش عارف ليه، بس ممكن انا بخمن طبعا مش متاكد، انه يكون ادم بيعمل حاجه في التدريبات احنا مش شايفينها بس المدرب شايفها، وبالتالي هو شايف حاجه في زي ما كان فلافيو زمان في الاهلي وقعد موسم كامل ما جابش الا جون واحد بقفاه، وبعد كده بقى نجم الاهلي. والحاجه التانيه انه يكون هو بيديله فرصه للاخر عشان يحكم عليه، لانه ممكن يمشيه في يناير. الشوط التاني الزمالك بيجيب جون تاني عن طريق مجهود فردي لعدي الدباغ. عدي الدباغ اتعلم من الفرصة اللي ضيعها في الشوط الأول. الشوط التاني لما قطع الكورة طولت منه، لما وصل عند الجون والجون عمل نفس الحركة وطلع قفل عليه الزاوية، قام غريفها من فوقيه. كان المفروض يعمل نفس التصرف ده في الكرة الأولانية اللي جات له في الشوط الأول اللي حطها له عبد الله السعيد. بعد الجون التاني الزمالك ابتدى اللعيبة بتاعته تلعب كورة على المزاج خلاص. حتى يانيك فيريرا تغييراته كلها ما كانتش لغرض تكتيكي، يعني ما حسيتهاش. يعني نزل معالي، كان المفروض ان معالي ينزل اول واحد كان يطلع، كان ادم كايد ما طلعوش سابه في الملعب، ونزل معالي مكان ناصر ماهر، ونزل حمدي مكان دونجا، وطلع بنتايج ونزل فتوح. ابتدى الزمالك يلعب لعب بالمزاج، يعني ما بقاش في خطة، مش نفس الأداء، مش نفس النمط اللي كان بيلعب بيه الزمالك. وساعد الزمالك في إن الماتش يخرج بالشكل ده هو شكل الإسماعيلي اللي ما كانش فيه أي خطورة. لو الزمالك كان بيلاعب فرقة عندها شراسة شوية كانت جابت في الزمالك أجوان، ولكن الإسماعيلي كان فرقة ما كانش فيها اللعيب اللي ممكن يخوفك. في كام لعيب في الزمالك كده محتاجين يتفرجوا على نفسهم ويراجعوا نفسهم شوية. أولهم ناصر منسي. ناصر منسي بعد ما كان احتياطي وينزل يجيب لك جون في اي وقت، او لما كان بيبدأ الماتش ما كانش بيخلص الماتش الا بجون،
دلوقتي ناصر منسي بينزل بيضيع اجوان بس، وده ممكن يكون متدربش كويس، وممكن تكون مش ماشية معاه، وممكن يكون عدم تركيز، وواضح ان هما التلاتة مع بعض. اللعيب التاني بدري بدري كده محمد اسماعيل في كرة في الشوط الاول راح قطعها، وبعد ما قطعها وقف على رجله عايز يحطها بين رجل اللعيب اللي داخل عليه وهو في منطقة خطر، والكرة اتقطعت وعمل فاول، بس الحكم حسبها اوفسايد لان هي كانت اوفسايد من الاول. بس انا بتكلم على الفكرة. في الشوط التاني جات له كورة في مكان ما ينفعش انه يرقص فيه، وترقيصة ما هياش مطلوبة، وقام مرقص والكرة اتقطعت منه لولا ان حسام عبد المجيد طلعها من على خط الجون. محمد اسماعيل لعيب كويس، لعيب مفيد جدا للفرقة، لكن في اخطاء لو عملتها والكرة دخل الجون الجمهور هينسى لك كل اللي انت عملته. عمر جابر لحد النهارده ما بيعرفش يعمل اوفر، يعني باك رايت غريب، ممكن يعمل ماتش كويس يوصل لخط الجون يجي يعمل الاوفر يحطه في ايد الجون، يلعب الاوفر على الارض. يعني اتمرن يا سيدي، حط 50 كرة كل تمرين وارفعهم، هيجرى لك ايه يعني؟ ما مش معقولة ده مستواك انت كباك رايت انك انت ما بتعرفش تعمل ولا اوفر صح، او لو لعبت 5 في الماتش يطلع منهم واحد بس صح. اتفرج يا اخي على الشيبي، انت لو اتفرجت على الشيبي هتلعب زيه. يعني لو اتفرجت على الشيبي هتعمل بدل الاوفر 1 من 5 هتعمل 3 من 5. حسام عبد المجيد محتاج يراجع نفسه في موضوع الباص، محتاج يتعلم شوية ازاي يخرج بالكورة. لو ظبط الموضوع ده معاه هيكون من احسن مدافع في مصر. هنا لعيب كبير، لعيب حريف، اخطر لعيب في مصر 1 على 1، عنده وعي تكتيكي عالي جدا، عنده مشكلة كبيرة قدام الجون. خوان ألفينا اكتر لعيب بيضيع فرص. خوان ألفينا محتاج يتدرب مع المهاجمين شوية، محتاج يقف كده مع المهاجمين ويتمرن معاهم ازاي يلعب على الجون. لو ظبط الموضوع ده في خوان ألفينا ده يروح في حتة تانية خالص، بس غير الحتة التانية بتاعت الشناوي طبعا.